مصدر الفلاشة الرئيسي أهو. راديو الزمالك شايف إن الأهلي كلمته أعلى من كلمة المنتخبات. ده في سنة كام؟ تمانينات ولا تسعينات ولا ألفينات، والنادي الأهلي بيطلب منه لعيبة للمنتخبات مباراة ودية ورسمية وبيروحوا، والنادي الأهلي بسببها خسر بطولات على مر التاريخ. عمر الأهلي ما قال لأ، الإعلام يقول لك المنتخب ولا الأهلي، الأهلي بيقول له صح المنتخب، اتفضلوا اللعيبة. واوعى تجيب لي بتاعة الأولمبية عشان في لعيبة من النادي الأهلي كان في البطولة الأولمبية، هات لي بطولات تانية. كان في مسؤول زملكاوي خد اللعيبة كده في نص المباراة عشان ناديه عنده مباراة تانية، مش فاكر بقى رسمية ولا ودية، اسأله زوما. بس مش موضوعنا، اسأله بيراميدز هو بيمنع لعيبته، أيوه بيمنع عن تأدية الواجب الوطني والذهاب للبطولة العربية بحجة أصل أنا عندي مباراتين. بس لما ودينا الكارتي غصب واقتدار للمنتخب المغربي، غصب عندهم ودوا ورمان، ومش هيودوا ولا لعيب من عندهم لمنتخب مصر غير في اخر يوم. ليه؟ عندهم مباراة دولية، حقهم، حقهم. بس كلمتهم اعلى من المنتخب، عكس ما كان بيعمل النادي الاهلي. مش عارف ليه يا جماعة نظرية دايما العيب يلهيك ويجيب اللي فيه فيك. هو اي فساد عايزين تلزقوه في النادي الاهلي؟ ده انتوا المسؤولين زملكاويه، اللي بيديروا الكرة زملكاويه، اللي بيصيحوا زملكاويه، وحتى اللي كانوا مديرين فنيين في الفشل الاداري زملكاويه. يا فاشل.